احنا في حالة حرب، وانت ممكن ما تكونش مضرور من اللي بيحصل ده جسديا، لان الضرب اللي بيحصل ده مش عندك، ولكن لابد وده اكيد ان انت مأذي من اللي بيحصل ده نفسيا. والاذى النفسي اللي انت بتتعرض له ده ما يجيش 1% من اللي بيتعرض ليه اخواتنا في غزة. حتى لو اعتبرنا ان دي حرب، دي مش حرب عادلة بالمرة. انت ولا متفوق في الاسلحة، ولا متفوق في الطيارات، ولا انت متفوق في التكنولوجيا زيهم، ولا انت متفوق في اي عامل من العوامل المنطقية اللي ممكن تخليك تكسب حرب. انا عارف ان انا مش افضل واحد هيتكلم عن اللي بيحصل في فلسطين، ولكن حاليا احنا في وضع اللي يقدر يعمل اي حاجة حتى لو هتساعد ب1% يعملها. انا مش جاي اتكلم عن اللي بيحصل من الاعلام الغربي في طريقة تضليل وتزوير الحقيقة بقدر الامكان، ولا جاي برضو اتكلم عن التاريخ الطويل ما بين فلسطين وامريكا وانجلترا واسرائيل، وازاي اصلا اسرائيل دخلت فلسطين في المقام الاول، ولا حتى جاي اتكلم عن الضرب او القصف اللي بيتعرض ليه اخواتنا في فلسطين. في ناس كتيره جدا اتكلموا عن المواضيع دي وهم احسن مني في تغطيه الاحداث وتحليل الاعلام الغربي وتحليل الاعلام بصفه عامه يعني، ولكن انا جاي اتكلم عن حاجه لا تقل اهميه عن اي جانب من جوانب الحرب دي. انا هبتدي كلامي بحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الايمان. وللاسف احنا حاليا مش هنقدر نعمل حاجه بايدينا حرفيا، ولا اظن ان احنا كقوه نقدر نعمل حاجه زي كده، بس انا وانت فاهمين ليه مش هنقدر نتدخل في الوضع الحالي. ولكن تقدر تغير بايدك بس بطريقه تانية. اعتقد كلنا دلوقتي عرفنا ايه المنتجات اللي بتدعم الكيان الصهيوني وايه المنتجات اللي مش تبع الكيان الصهيوني، واعتقد برضو لو انت بطلت تشتري من المنتجات دي مش هتموت. ما اعتقدش ان انت ممكن مثلا تموت من الجوع بسبب ان انت ما اشتريتش شيبسي مثلا النهارده، او هتموت من العطش بسبب ان انت ما اشتريتش بيبسي. عادي هتعيش، وفي منتجات بديله اصلا للموضوع ده، فاعتقدش انك هتموت. بس تخيل معايا كده لو انت ما قطعتهاش، واللي انا جاي فيه ده انا مش بأفور فيه، دي حقيقه، انت بتساهم في قتل اخوك. دي مش افوره مني، ولكن دي حقيقه. لو انت اشتريت من المنتج اللي بيدعم الكيان الصهيوني، انت بتساهم في قتل اخوك. وكل المنتجات زي بيبسي، كوكاكولا، ستاربكس، ماكدونالدز، كل الشركات الكبيره دي جزء من الارباح بتاعتها بتروح للكيان الصهيوني. وتعالى نفرض كده برضو ان انت خلاص واحد دلوقتي مش قادر، هتموت على واحد بيج ماك من مثلا من ماكدونالدز مع واحد بيبسي كده، بيج ماك كومبو محترم، هتدفع الفلوس بتاعتك. فانت خليت ماكدونالدز يكسب منك فلوس، ساهمت في جزء من ارباحه، وجزء من ارباحه دي بتروح للكيان الصهيوني. واكيد الكيان الصهيوني مش بياخد الفلوس دي يلعب بيها، الكيان الصهيوني بيروح ياخدها علشان يجيب صواريخ ويجيب طيارات ويجيب اسلحه علشان يروح يموت بيها اخواتك. فانت بالطريقه دي بقيت جزء او شريك في جريمه قتل اخوك. ويجي هنا السؤال: هل المقاطعه دي فعلا مجزيه؟ يعني فعلا هتخسرهم؟ علشان ما اكدبش عليك، مش هتخسرهم، يعني مش هتخليهم يفلسوا. هم هيخسروا بس مش الجزء اللي هيخليهم يفلسوا. يعني مثلا بدل ما هم يكسبوا 100 مليار في السنه، نفرض كده ان هم بيكسبوا 100 مليار، هيكسبوا مثلا 20 30 40 مليار. وده ليه؟ لان احنا كمسلمين، بس مش كمسلمين وعرب، احنا كمسلمين بس حوالين العالم 2 مليار بني ادم على الكوكب. وال2 مليار بني ادم دولت لو قطعوا اي منتج من المنتجات دي، اكيد الكيان الصهيوني او المنتجات اللي بتدعم الكيان الصهيوني دي مش هتبقى مبسوطه باللي بيحصل. اكيد هيتضايقوا، واكيد هم مش عايزين يخسروا شعبيتهم قصاد تقريبا ربع الكوكب. يا عم انا مش مقتنع وشايف ان هم كده كده بيكسبوا مليارات، فمش فارقه على الكام جنيه اللي انا هدفعه. ماشي براحتك، بس احنا مش بنعمل كده ميلي عشان نخسرهم، احنا بنعمل كده عشان ما نبقاش سبب او جزء في الجريمه اللي بتحصل دي، ما تبقاش سبب في قتل اخوك. طب خلاص يا عم انا هقاطع، بس في غير كتير جدا مش بيقاطع. مبدئيا احنا لما بنيجي نتحاسب، كل واحد فينا بيتحاسب لوحده، مش بنتحاسب كقطيع. وانت هتتسأل يوم القيامة لوحدك: انت ليه اشتريت من المنتج الفلاني وانت عارف ومتأكد مليون في المية ان جزء من الفلوس اللي بتدفعها دي بتروح او بتبقى سبب في موت اخواتك. انت اللي هتتسأل لوحدك، انت مش هتشيل حساب غيرك. لا تزر وازرة وزر اخرى. بالبلدي
كل واحد فينا هيشيل شيرته لوحده، فاعمل اللي عليك وتوكل على الله. بص، هو كلام اوف توبيك شويه، بس يعني انا قابلت على فكره الناس دي في الحقيقه. يعني انا قابلت اشخاص والاشخاص دي مثلا اقول له طب ما ينفعش، انت الناس دي بتموت اخواتك. يقول لك انا كده مش فارقه، هم كده بيكسبوا مليارات فمش فارقه يعني اللي انا هعمله. فهي الفكره مش في فرق يا جماعه، والله الفكره بجد في ان يعني تخيل مثلا انت رحت اشتريت واحد صاحب مصنع، هنفرض مثلا صاحب مصنع عطور مثلا او صاحب مصنع اكل معين ايا كان مين، راح قتل اخوك. حلو. وصاحب المصنع ده بيدي للسوبر ماركتات ايا كان بقى المنتج اللي بيديهوله يعني. رحت انت رايح مثلا، هنفرض ان الراجل ده صاحب مصنع شيبسي، رحت انت رايح بعد ما الراجل قتل اخوك، رحت رايح السوبر ماركت جايب لك كيس شيبسي وماشي. طب ده ايه ده؟ مش منطقي اصلا. انا عارف انك مش يعني الكام جنيه دولت مش هيخسروه، بس انت من جواك راضي. يعني انت من جواك راضي رحت تشتري من الراجل اللي قتل اخوك؟ انت متخيل انت فين؟ فهي نفس الكونسبت يا جماعه بالظبط، هي نفس الفكره بالظبط، بس هي دي على سكيل اكبر او على سكيل اصغر ما اعرفش، بس هي نفس الفكره. اخوك مات مثلا من صاحب مصنع معين، وانت رحت اشتريت من المنتج اللي بيقدمه المصنع ده. يعني مثلا هنفرض ان كيس الشيبسي او الكيس الشيبسي اللي انت تشتريه ده مثلا ب5 او 10 جنيه. هل ده هيخسر المصنع؟ لا مش هيخسره، بس انت من جواك هتبقى راضي عن نفسك انك ما اشتريتش. انت فاهمني؟ هتبقى راضي ونايم مستريح ان انت ما ساهمتش او ما كنتش، او حتى بعد ما مات ما تبقاش انت اشتريت وما بقاش عندك دم. انت فاهم انا بكلمك في ايه؟ بس زي ما قلت لك انت مش هتموت صدقني من غير المنتجات دي. يعني انت لما رحت جبت شيبسي النهارده يعني مش هيحصل لك حاجه، فاهمني؟ لو رحت ما جبتش البيبسي اللي انت بتجيبه كل يوم مش هتموت من العطش، هتفضل عايش، بس في غيرك هتموت، في غيرك هيموت، في ناس تانية غيرك هتموت. فليه ليه تبقى جزء من دي؟ ليه انت برضه مصر على ان انت تبقى جزء من البدبحه اللي بتحصل دي؟ سيبها يا عم، ده اكيد ده كام كيس شيبسي على كام كيس بيبسي وستاربكس وكلام فارغ يعني، رفاهيات يا باشا ممكن تستغنى عنها وهتلاقي في بديل ليها. بالمناسبه هتلاقي في بديل ليها، ومع الوقت هيبقى في بدائل احسن ان شاء الله. بس مش منطقي حتى لو ملهاش بدائل، مش منطقي. تذكر دائما وحطها حلقه في ودنك: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما ادراك بعوض ربنا. ما ادراك بجد بعوض ربنا. نروح بقى للجزء الثاني من الحديث، الا وهو انك تغير بلسانك. زعق، قول اللي بيحصل ده غلط، اصرخ، اغضب، انشر في اي حته وفي كل حته، ولو تقدر تعمل فيديو اعمل، قول لاي حد وكل حد على اللي بيحصل ووصل لهم حقيقه الامر. واياك اياك تبطل نشر. الساكت عن الحق شيطان اخرس. لقيت صاحبك مشاير او اي حد لقيته مشاير على اللي بيحصل في فلسطين، اعمل له رياكت، اعمل له كومنت، اعمل له شير، اعمل اي حاجه تخلي البوست اللي هو منزله ده يوصل لاكبر عدد من الناس، لان احنا كمان بقينا نتحارب من الالجوريثم. وبالله عليك ما تزهقش، احنا بالفعل بقى لنا اثر دلوقتي والعالم كله بيسمع لينا. بص على اللي حصل في لندن واللي حصل في امريكا. فبالله عليك ما تزهقش وما يبقاش عندك فتور، لان لسه بدري. وبالله عليك ما تفضلش تنشر في افراحك وانجازاتك الجامده جدا والخروجات اللي ملهاش مثيل والاعياد الميلاد التحفه دلوقتي. تأدب، لان التأدب في حضرة الموت واجب. اعمل اللي انت عايزه يا عم بعيدا عن السوشيال ميديا، اخرج وتفسح براحتك، انا ما قلتلكش تبعد عن الحياه، بس بعيدا عن السوشيال ميديا على الاقل، مراعاة اللي بيموت حواليك. الجزء الثالث والاخير من الحديث: انك تغير بقلبك. ازاي؟ اياك تعتدل المشهد، اياك تحس ولو لثانيه ان اللي بيحصل ده عادي، اياك تتعود ان الناس دي مكتوب عليها الشقه بالمنظر ده، اياك تألف المنظر، اياك تتعود على شكل الاطفال وهي بتموت. دولت اخواتك في الاول وفي الاخر. والجزء الاخير من انك تغير بقلبك ان انت اوعى تبطل دعاء لاهالي فلسطين. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: ادعوا لاخوانكم انكم لا تنصرون بالعداد والعدد ولكن تنصرون بالدعاء. الاقدار بتتغير بالدعاء يا صديقي، اياك تبطل تدعي يا رب صبرهم وقويهم وانصرهم. ربنا شايف وعالم باللي بيحصل، ولكن حكم ربنا وتدابيره اكبر من عقولنا بكتير جدا. حتى لو الموضوع بالنسبه لك يبدو غير منطقي، ولكن مش دايما اي حاجه بيعملها ربنا لازم تكون منطقيه بالنسبه لك. مش عيب انك تحاول تفكر في حكمه ربنا من اللي بيحصل، ولكن مش دايما هتبقى قادر تجيب او تقدر تحدد ايه الحكمه من ورا اللي بيحصل بالظبط. تذكر برضو ان اللي بيحصل ده الخير، رب الخير لا ياتي الا بالخير. واياك تفتكر ولو لحظه ان احنا خسرانين. احنا ممكن نكون خسرانين فعلا على مستوى الخسائر الماديه، ولكن تذكر ان الدنيا دي ثانيه، كل اللي انت شايفه ده هيروح، وحكم ربنا وتدابيره دايما اكبر واعظم
واخير. والناس اللي ماتت دي انا اسف في اللي انا هقوله، بس الناس دي فعلا احسن مني ومنك. الناس دي ماتت شهداء يعني، خلاص عدت يعني حرفيا في الجنه، فاهمني؟ يعني الدعاء اللي احنا دايما بندعي لنفسنا يا رب احسن خاتمتنا او احسن ختامنا، دي احسن حاجه ممكن الواحد ينهي عليها حياته، ان هو يموت شهيد. ف... فما تقلقش عليهم، الناس دي في مكان احسن. الكلام ده مش بقوله فعلا كده وخلاص، بس الناس دي فعلا في مكان افضل من المكان اللي انا وانت فيه دلوقتي. ولازم كلنا ننشف. انا عارف ان الموضوع اكيد مؤثر، بس عياطك مش هيغير او هيزود او هيقلل من اي حاجه من اللي بتحصل. لازم كلنا نبقى اقوياء ورافعين راسنا لفوق. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير واحب لله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا كان كذا وكذا، بل قل قدر الله ما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان. انت في جانب الحق يا صديقي، لا تقلق، فان الله معنا. واخيرا وليس اخيرا احب اقول: اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اتكلموا عن فلسطين. سلام.